السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه شويسي هوتل. التطبيق ده مساحته 36 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بحجز الفنادق. لو انت مسافر اي بلد في العالم، لو انت في نفس البلد بتاعتك وعايز تتنقل تروح مدينة تانية، عايز تحجز فندق، تغير المكان اللي انت قاعد فيه، البيت اللي انت عايش فيه، عايز تروح تقضي ليلة ليلتين في فندق انت لوحدك او انت واسرتك او انت وزوجتك او اي حد، بتقدر من خلال التطبيق ده ان هو بيعرفك كل اسعار الفنادق، سواء الفنادق الداخلية اللي عندك في البلد او الفنادق العالمية اللي هي في بلد تانية بعيدة عنك، على حسب البلد اللي انت رايح. تقدر تستمتع طبعا بأسعار كويسة، بيقارن لك بين أسعار الفنادق، بيعرفك مواقع الفنادق، كل فندق قريب مثلا من شارع رئيسي، قريب بعيد عن الشارع الرئيسي، يعرفك الموقع بتاعه او اللوكيشن بتاعه بالظبط. كمان بيجيب لك صور للفندق، وبيجيب لك صور للغرف بزاوية 360 درجة، اللي هو تبقى لافف الصورة كلها او لافف الأوضة كلها او لافف الغرفة كلها بالكاميرا بتاعتك وانت في مكانك، على اساس ان انت لما تروح تلاقي نفس الحاجة اللي انت شفتها في الكاميرا. لو طبعا ما لقيتش نفس الحاجة بتقدر ان انت تلغي الحجز بسهولة جدا من غير ما تدفع اي فلوس زيادة او بدون ما تدفع اي حاجة اصلا. انت مجرد ما تلاقي حاجة مختلفة بتلغي الحجز بتاعك، بتسترد كل فلوسك. طبعا هو تطبيق كويس بالنسبة للناس اللي هي بتبقى عايزة بتسافر من بلد لبلد، او الناس اللي حابة تغير المكان اللي هم عايشين فيه. مشكلة التطبيق ده بس ان هو ما بيدعمش اللغة العربية. في حاجة كمان ميزة كويسة في التطبيق ده ان هو على حسب ما على قد ما انت تحجز في فنادق كتير او بتروح في فنادق كتير او كده، بيديك نقاط على كل حجز بتروحه في فندق. كل حجز بتروحه في فندق بيديك نقاط، بتقدر ان انت تجمع النقاط دي في الاخر، وبتوصل لعدد معين من النقاط بتلاقيه بيديك هدايا، ان انت يبقى ليك مثلا ليلة في فندق مجانية، او ليلتين في فندق مجانية بدون ما تدفع اي فلوس. دي بتكون نقاط او هدايا علشان للناس اللي هم بيستخدموا الابليكيشن كتير. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق لا تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح للتطبيق معين لا تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.